صباح الفل أو مساء الفل، وأهلا بيكم في تاني حلقة من مسرح الأساطير والأفلام. حلقة النهاردة هنتكلم عن أسطورة بيجماليون. الأسطورة دي ببساطة بتحكي عن واحد من الملوك اللي اسمه بيجماليون. الراجل ده قرر إن هو مش هيتجوز ويفضل أعزب بعد ما شاف بعض السيدات بتمارس أفعال غير شريفة، فقرر إن هو يعمل إيه؟ قالك إن هو يشغل نفسه بالنحت. ولكن في أحد الأيام نحت تمثال من عاج لست جميلة جدا، بيقال بقى إن هو ده كان تخيله للست المثالية. كل ده عادي يعني، لو جيت تفكر فيه كل ده عادي. اللي مش عادي بقى ان صديقنا بيجماليون حب التمثال ده، ومش بس كده، لا ده بدأ يجيب هدايا للتمثال ويبوس التمثال كأنه واحد ست حقيقية تماما. في الوقت ده كان عيد الآلهة أفروديت، آلهة الحب والجمال أو أفروديت يعني حسب ما انتوا عايزين تسموها. المهم صديقنا ده ما كدبش خبر وبدأ يدعي ويقدم قرابين ليها في المعبد بتاعها، لكنه كان خايف يعترف برغبته الحقيقيه، فتمنى كده امنيه زي ما احنا كنا بنعمل في صمت. لو انت تكون مكسوف تقول حاجه كده من كتر ما هي غريبه او مكسوف منها، فتقولها في بالك كده، تقول نفسي بس في كده يا رب. هو تمنى ان يلاقي عروسه نسخه من التمثال اللي هو نحته، ولما رجع لبيته بس التمثال تاني. الموضوع بقى مريب انا عارف بس يعني فايه، المرة دي حس إن شفايف التمثال دافية جدا، فبسه تاني وهوب فجأة لقى إن التمثال ما بقاش صلب، ولقى التمثال ده بقى حي زي البني آدمين. أفروديت حققت له رغبته، هو ما كدبش خبر واتجوز التمثال اللي تحول لسيدة وسماها جالاتيا. قصة مريبة شوية أنا عارف، ولكن هي من الأساطير المشهورة جدا لأن اتعمل لها أدابتيشنز كتيرة جدا، أشهرهم مسرحية بنفس الاسم للكاتب الكبير طبعا جورج برنارد شو، وبرضه كان في مصر في مسرحية باسم سيدة الجميلة اللي مثلها العظيم فؤاد المهندس. والمسرحيتين كانت فكرتهم إن واحد متعلم ومن طبقة راقية بيتراهن مع واحد من صحابه إنه ممكن يحول واحدة بياعة ورد محدش يبص لها من الطبقة الراقية بتاعتهم دي لليدي ممكن المكان كله يتمنى إنه يرقص معاها. بس ده مش موضوعنا، قلت بس اذكر لكم معلومه سريعه كده قبل ما اخش في تحليل الاسطوره. الاسطوره دي بتركز على فكره المثاليه، الناس اللي عايزه كل حاجه زي اللي في بالها، بالذات في العلاقات الانسانيه. لازم نتقبل الناس زي ما هم مش زي ما احنا عايزين. والموضوع مش زي الاسطوره بقى اني هقدر انحت الشخص المثالي على مزاجي وادعي ربنا ان هو يخليه لي حي. الدنيا مش كده يعني، وده شيء مش ممكن عشان احنا بشر، وربنا لما خلقنا كلنا بتغيرات مختلفه باختلافات عن بعض عشان نكمل بعض، مش عشان كل واحد يحمل صوره من دماغه ويقول لك انا عايز الشخص بالمواصفات دي. طبعا كلنا بنمر بمواقف وكل واحد فينا متربي في بيئه مختلفه زي ما قلت، وده بيخلي كل واحد فينا شكله مختلف وتكوينه مختلف وافعاله مختلفه. كونك بقى تقبلت حد مختلف عنك شويه فده شيء جميل جدا وحلو جدا. بس بقى ايه، بلاش يا اخوانا فكره اي كان فيكس هيم او اي كان فيكس هير، بلاش يعني هيم كده، وانا اللي هتتجوزني لازم تتغير عشاني، والكلام اللي احنا بنسمعه ده عشان يا جماعه بسبب نشوف طلاق كتير. في ناس بتغير، في ناس بتغير وده وارد طبعا، بس ما تجيش ترتبطي مثلا واحد بيدخن سجاير وشيشه وكل الحاجات دي وتقولي لا ده انا هخليه يبطل الدخان كله، ده مش هينفع. ولو الشخص تقبل كده هيكون حاسس انه عامل تضحيه عشانك، او نبدا سكه لو ايه، انا عامل لك جميله، والسكه دي وانس احنا دخلنا فيها خلاص يعني، وانس دخلت السكه انا عامل لك من كذا وكذا، ده مش حلو خلاص، كل واحد بيشيل جواه. بالنسبه طبعا للشباب ما تجيش تقول انا هخليها تتحجب بعد الجواز. طبعا يا جماعه انتوا احرار، بس ما تكونش مثلا حد طريقه لبسه بطريقه معينه ممكن بالنسبه لك انت مش مناسبه، تقول احسن بس بحبه واقنعه واغيره. طب ليه؟ هو شخص مبسوط بحياته كده. اي حد فينا سواء في علاقه شكلها ايه، اقصى حاجه يعمله هو ينصح. ما اقدرش امسك حد بالعافيه اقول له توب او اعمل الصح، ما ممكن ينصح في دماغه اللي هو عامله مش عارف نعمله غلط، ممكن تكون انت اللي غلط عادي يعني. بس انا يعني ملخص الكلام ده، انا شايف ده اللي بيخلي العلاقات عامه تفشل او اي علاقه انسانيه تفشل. يعني عارف اللي هو ايه، ما تجوش يا جدعان حد مربع دول خليك مثلث عشان خاطري، طب ما كده هيبقى ناقصه حاجه يعني، هيتكسر او هينقصه ضلع من ضلوعه عشان يتحول للشكل اللي انت عايزه، وهيفضل طول الوقت حاسس انه ضحى بحاجه عشان خاطر الحب، في حين يا جماعه ان الحب ابسط من كده. وعلى ذكر الحب، في جمله بحبها قوي لنجيب محفوظ بتقول اقصى درجات السعاده هو ان نجد من يحبنا فعلا، يحبنا على ما نحن عليه، او بمعنى ادق يحبنا برغم ما نحن عليه. الجمله دي يعني توقفني كده نوع. لا فعلا يا جماعه، انت تلاقي حد بيحبك وعارف انت سيء وكذا وكذا وانت توكسيك وانت ده شيء جميل يا جماعه. ده بقى ياخدني لتاني نقطه، والنقطه دي انا هبدأ بجمله من مسلسل الخواجه عبد القادر اللي كانت بتقول كل حب مربوط بسبب يزول بزوال السبب. ببساطه كده انا عايز اتكلم عن الحب الحقيقي، هذا الشعور بالتعلق تجاه شخص ما مهما عمل فيك او بعد عنك، ما تقدرش تغلط فيه او تاذيه. يمكن بنقعد نقول ده ابن 60 في 70 ولو شفته هطلع وانزل والشويتين دول، بس اول ما بتشوفه بتنسى كل الكلام ده وتحس انك مش عارف تتضايق منه، مش عارف ما تبصش عليه ولا تشوفه بيعمل ايه. والمشكله لما يكون الحب ده مش مربوط بسبب معين، والحب الحقيقي فعلا مش بيكون مربوط بسبب معين، ولكن للاسف هو مشاعر نشأت تجاه الشخص ده بدون سبب. ويحضرني في برضه الموقف ده قصه سيدنا يوسف لما زوجته العزيزه اعترفت على نفسها بعد ما هو اتسجن، وذكرت يعني جمله في القران في منتهى الروعه، كانت بتقول على لسانها يعني ذلك لا يعلم اني لم اخنه بالغيب.
يعني انا كنت كل ما اقرا الايه دي ادمع الصراحه واتاثر، اللي هو يا جدعان هو في كده يا جدعان؟ ان انت تكون في مكانه عاليه قوي زي كده ومحدش يقدر يكدبك ولا يقدر يقول لك انت كذاب، والشخص حتى مش موجود قدامك عشان تتحرج وتقول ده انا اتحركت فهو واقف وده مش عايز اخسره، هو مش عارف انت قلت عليه ايه، ولو حد قال له يقول له ده بينقله كلام غلط، ولكن بسبب الحب بتعترف على نفسها. ده بقى الحب الحقيقي، هو انك تحب الشخص على بعضه، مش تحب حاجات وحاجات لا، ولا تقول له بقى زي ما قلنا غير ده وما تغيرش ده. يعني من الاخر ما تعملوش زي صاحبنا ده وتقعدوا تنحطوا في اشخاص وهميه. اخر نقطه حابب اذكرها هي ظاهره نفسيه نشات من الاسطوره دي واسمها تاثير بيجماليون. ملخص النظريه او الظاهره دي ان التطلعات العاليه بتؤدي فيها نتائج عاليه، والتوقعات القليله بتؤدي نتائج قليله. يعني ايه؟ خليني اقول لك باختصار كده. لما المدرس مثلا يتوقع ان الطلبه بتاعته هيكونوا متفوقين جدا، الطلبه فعلا بتتحمس وتحقق نتائج كويسه، والعكس صحيح. لو توقع ان الطلبه دي مفيش منها فايده والطلبه دي مش بتأدي كويس وهكذا، وده ناتج عن فكره التاثير على بعضنا. يعني ببساطه الطلبه مثلا لما يلاقوا مدرس او اهلهم او وات ايفر يقول له انت مش هتجيب حاجه انا عارفك، فهو بالنسبه له خلاص يعني ما حدش متوقع له حاجه، فحتى لو جاب وحش مش زعلان في حاجه، ما حدش يزعل مني لو ما حدش حط لي حاجه عاليه فخلاص. فنفس الكلام لما الطلبه يحسوا ان المدرس متوقع لهم حاجه ايجابيه هيقتنعوا هم كمان بكده. يعني اللي عايز اقوله ان لما حد يشوفنا حلوين احنا اللي عايزين نبقى حلوين. ليه؟ عايز اطلع اوصل لتوقعاته ان انت شايفني حلو فانا عايز اثبت لك ان انا حلو، غير لما حد يقول لك انت وحش ومفيش منك راجل، خلاص يا عم شكرا ريحتني، مش هقعد احرق معاك سوري يعني. فهو الموضوع كله ان انا حطيت له حاجه محدده او حاجه معينه تطلع عليها زي ما كنت بقول، غير لما اقول له ايه اللي هو ما ينفعش تعمل كده او انت هو ده لازم يكون الستاندرد بتاعك، لا انا بقول عارف انت هتبقى شاطر. يعني ده الفرق، ما اجيش اقول لحد لا انا والله انا متوقع منك ما تقلش عن كذا، ما تحطلوش بقى ليميت معين عشان هو يكون طموحات على الليميت ده. ولكن انا بوجهه نظري لما تسيب للشخص تديله بوست عامه في نفسه ان هو انت متوقع انت تعمل شغل جامد، حتى لو عمل وحش انت هتقول له ايه حلو، فهتلاقي نفسه ايه انا عايز اعمل احسن من كده عشان ابسطه. وده فكره التطلعات الايجابيه. يعني في جزء طبعا ايه من التطلعات بيكون سلبي. طبعا نفس الكلام في العلاقات الانسانيه، لما اقول لحد من صحابي انا حاسس انك هتعمل حلو قوي وانا واثق انك هتعمل حلو، يعني انا حفزته وشجعته بشكل ايجابي، وارجع واكررها تاني. انا ما حطيتوش في قالب ثابت زي مثلا انت محتاج تجيب كذا او محتاج تكون في المكان كذا تبقى حلو، انا ما حطيتلوش قالب ولا خليته في حته معينه او زي الاسطوره يعني هو عامل شكل معين وعايز يبقى هو، لا انا بقول له انت هتبقى كويس، انا عارف انت هتبقى كويس. يعني وده بنشوفه في حياتنا على فكره في علاقات كتير. لما اقول له حد انا مش متوقع لك حاجه كبيره، انا عارف انك مش هتعمل حاجه، اوتوماتيك وارد ان انا اتاثر بالكلام ده وما اعملش مجهود. عشان يا جماعه ببساطه ودي حاجه انا شخصيا مقتنع بيها في حياتي، الافكار والكلام معدي وسهوله بيأثر فيك. عشان كده بقولها تاني، بلاش يا اخوانا نفرض على الناس توقعاتنا وافكارنا ونقول لهم ده اللي هيعجبني وده الصح. كفايه نحت والله بالله عليكم، يعني كفايه يا جدعان نحت وان احنا نطلع اشكال تانية مع احترامي للاباء والامهات او اي حد ذو تأثير على حد. بلاش طلع نسخة منك وبلاش طلع نسخة من أمك ومن أبوك ومن أختك ومن أهلك ومن حبيبتك القديمة. سيبوا الناس زي ما هي يا جدعان، وحبوا يا إما تحبوهم كده يا إما تسيبوه. بلاش بقى جو التشكيل وتقعد تبقوا مش صلصال يا إخوانا. يعني كفاية صديقنا بيج مليون ده والأسطورة اللي سابها لنا والنحت كل النحت ده. يعني أظن أنا رغيت كتير النهاردة. أسيبكم ونتقابل الحلقة الجاية مصر على أسطورة أفلام. تصبحوا على خير.